السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبطالنا وحبايبنا طلاب الصف الثاني الإعدادي، أهلا وسهلا بك يا بطل في أول درس عندك في الترم الثاني. معاك مستر محمود، وإن شاء الله النهاردة هنبدأ بأول درس عندك. بس ركز بقى معايا كده يا بطل عشان تبقى عارف إن الترم الثاني ده سريع جدا عشان في رمضان والناس ما بتذاكرش والكلام ده، فإحنا إن شاء الله نذاكر ونتابع أول بأول علشان ربنا يكرمنا. ماشي يا بطل؟ تعالى بقى ركز بقى معايا كده. أول درس عندنا بعنوان إيه؟ سكول رولز، اللي هي قواعد المدرسة. هنحفظ الكلمات وهناخد القاعدة، وبعد كده وإن شاء الله انتظر فيديو بعد ده إن شاء الله هنحل فيه اللي إحنا أخدناه. تمام؟ أول كلمة عندنا اللي هي قواعد، يعني رولز معناها قواعد. تاني كلمة عندنا اللي هي دريس كود، معناها إيه؟ قواعد الملبس. بيهيفر معناها سلوك. احفظ بقى معايا كده. هول معناها ممر. ويل بلاند معناها مخطط جيد. برودكتيف معناها فعال. ماشي. forbidden يعني حاجة ممنوعة، حاجة محظورة. sneakers معناها حذاء رياضي. steps معناها خطوات. destruction معناها ايه؟ تشتت. والمضاد بتاعها كلمة اسمها focus يعني ايه؟ مركز. focus. تمام. نكمل. برايد يعني فخور. برايد يعني ايه؟ فخور. manners معناها اخلاق. نكمل يا بطل، ركز معايا وصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. نكمل يا شباب. هنا preparatory معناها اعدادي. respectful معناها يتسم بالاحترام. require معناها ايه؟ يتطلب. allow معناها يسمح. avoid معناها يتجنب. cell phone معناها هاتف محمول. prefer معناها يفضل. raise معناها يرفع. instructions معناها ايه؟ تعليمات. هتحفظ الكلمات ديت. نكمل هنا، لسه هنا في كلمات اهيت. well planned معناها مخطط جيد. greet معناها يحيي. positive معناها ايجابي. atmosphere الجو العام. review يراجع. typical نموذجي. notes يعني ملاحظات. participate معناها يشارك. interrupt معناها يقاطع. كمل. corridors معناها ممرات. اسمها ايه؟ corridors. ماشي. organize معناها ينظم. time table جدول مواعيد. confident معناها واثق. waste معناها يهدر او يضيع. سناك معناها ايه؟ وجبه خفيفه. ركز بقى معايا يا بطل كده، قربنا نخلص. احنا كده خلصنا الكلمات يعتبر. هنخش بقى على الديفينيشن. يعني ايه مستر ديفينيشن؟ معناها التعريفات. ماشي. التعريفات ديت يا شباب مش بنحفظها، احنا بس بنعرف المثال عشان ايه؟ بيجيبها لنا في الاخطر. تمام. فيقول لك مثلا كده ايه؟ الرولز ده اللي هي القواعد، فعباره عن ايه؟ instruction that tell people عباره عن تعليمات بتخبر الناس. بتخبرهم ايه يا مستر؟ what they must or must not to do او not do، اللي هم يجب يعملوا ايه وما يعملوش ايه. ماشي. hallway، الهول واي ديت يا شباب اللي هي عباره عن ممر. قال لك ايه؟ a long narrow passage in a building، عباره عن ممر ضيق. narrow يعني حاجه ضيقه. تمام. in a building في مبنى. sneakers معناها حذاء رياضي. عباره عن ايه يا مستر؟ comfortable shoes you wear for sports or walking، هو عباره عن حذاء مريح بتلبسه في اثناء الرياضه مثلا، او اثناء ايه؟ اثناء المشي. behavior معناها سلوك. قال لك ايه؟ the way someone acts عباره عن تصرفات مين؟ تصرفات الشخص. forbidden يعني حاجه محظوره، حاجه ممنوعه. something not allowed to happen حاجه المفروض ما تحصلش. by rules or law بواسطه القوانين او القواعد. هنخش بعد كده على التجميعات، وركز هنا معايا. كلمة فولو بيجي معاها حاجتين، يا إما ذا دريس كود اللي هو يتبع قواعد الملبس، أو سيفتي رولز اللي هو يتبع قواعد إيه؟ الأمان. شو برايد يعني يظهر إيه؟ يظهر الفخر. raise their hand يعني بيرفع إيه؟ بيرفع إيده. waste your time يعني بيهدر وقته. create a positive atmosphere بيخلق جو إيجابي. تمام. activity بيجي قبلها do activities. take notes بيجي قبلها take اللي هو ايه؟ يدون ملاحظات. وديت يا شباب بيساوي كلمة اسمها write down معناه ايه؟ برضو
يدون ملاحظات. ونكمل يا شباب. هنا يشعر بالثقة feel confident معناها يشعر بالثقة. نخش بعد كده على السينونيم. يعني ايه مستر سينونيم؟ يعني مرادف. يعني ايه مستر انتونيم؟ يعني مضاد، يعني عكس الكلمة. أول حاجة كده الكلمة عندنا اللي هي الورد respectful معناها يتسم بالاحترام، بيساوي كلمة اسمها ايه؟ polite أو well mannered. والمضاد rude، والمضاد ده impolite. tidy معناها منظم، بيساوي كلمة اسمها neat. والمضاد messy. هنا بقى كلمة forbidden يا شباب معناها ممنوع. forbidden الكلمة بقى اللي بتساويها prohibited أو prevented، والمضاد الكلمة إيه بقى؟ allowed أو acceptable. narrow يعني حاجة ضيقة. narrow بيساوي كلمة اسمها tight. على فكرة يا شباب الجي اتش لو جه قبلها حرف الاي مش بنطق الجي اتش، فتبقى ايه؟ tight، لكن مش شايف الجي اتش دي. والمضاد ايه؟ wide. productive يعني حاجة ايه؟ مفيدة، بيساوي كلمة اسمها ايه؟ effective. والمضاد unproductive. بوزيتيف يعني حاجه ايجابيه، بيساوي كلمه اسمها ايه؟ هيلبفول. والمضاد نيجاتيف. تمام؟ ركز معايا. ويل بلاند معناها مخطط جيد، بيساوي كلمه اسمها ايه؟ اورجنايزد. والمضاد ميسي. نكمل هنا. يهدر معناها ويست، وبيساوي كلمه اسمها ايه؟ ميس يوز. والمضاد سيف. تشتت يعني destruction، بيساوي كلمة اسمها interruption أو والمضاد بتاعها focus أو attention. تمام؟ ماشي. ركز بقى معايا هنا كده. قال لك إيه هنا؟ قال لك إن ال FUL مالها مستر؟ بتكون الصفة من الفعل، زي مثلا كلمة إيه؟ respectful. فيعمل لك إيه في الامتحان؟ يقول لك عشان أحول الفعل ليه صفة في كلمة respect هتضيف لها إيه في الآخر؟ يبقى full. تمام؟ الاي او ار مالها؟ بتكون الاسم من الفعل في كلمه behavior. تعملها كيف في الامتحان برضو؟ يقول لك كلمه behave اضيف لها ايه في الاخر عشان تتحول لاسم؟ اضيف لها ايه؟ اي او ار. طبعا يا شباب ال واي بتكون الظرف من الصفه زي كلمه ايه؟ equally او carefully. الدي مالها؟ بتكون الصفه من الفعل في كلمه organized. تمام؟ الاي في اي دي احتمال تجيلك في الامتحان على فكره. مالها؟ بتكون الصفه من الاسم في كلمه productive. نكمل يا شباب. هنا في كلمات هنا المفروض تبقى ايه؟ حافظها. طبعا حروف الجر ديت بتحفظها ايه؟ حفظ. اختار لك انا كذا كلمه هنا مهمين تحفظهم، زي مثلا كده متساوي في الاهميه equally important دي تحفظها. make the school better برضو كويسه. ايه تاني يا مستر؟ participate actively معناه يشارك بفاعليه، والسؤال ده كويس او اللي جاء الكلمه دي كويسه. give advice معناها ينصح، يبقى advice بيجي قبلها give معناها ايه؟ يعطي نصيحه. create positive atmosphere بيخلق جو ايجابي. حروف الجر بقى كلها حفظ، زي مثلا welcome اعرف اللي يجي بعدها ايه؟ بيجي بعدها to. welcome to. on time اعرف ان التايم بيجي قبلها on. part of discuss with. during class time. arrive at break time. take care اعرف اللي بيجي بعدها off. take part in. late for. دلوقتي هنخش على ان شاء الله انتظروا ايه؟ انتظروا فيديو لحل الاسئله دي. نخش على القاعده دلوقتي. تعال اشرحها لك هنا ببساطه خالص. عندنا قاعده اسمها قاعده الامر. ايه اختصار قاعده الامر؟ بكل بساطه خالص يا شباب، قاعده الامر ديت ببدا بمصدر الفعل. مصدر ايه؟ الفعل زائد باقي الجمله. يعني مثلا اقول لك ايه؟ مصدر الفعل كده open افتح. open the door مثلا افتح الباب. هنا كده ايه؟ بامرك، يبقى open the door. ركز بقى في الحته ديت عشان دي ممكن يلعب لك في الامتحان، يجيب لك اسمين في الاول، يعمل لك كده مثلا علي، يقول لك هنا برضو علي. بص المثالين دول كده، يعمل لك هنا كوما ونقط، وهنا يعمل لك نقط على طول. يقول لك هنا ذا دور، ويقول لك هنا برضو ذا دور. ديت جت لي ثالثه اعدادي السنه دي. هم اخدوا قاعده الامر الترم الاول، عمل لهم نفس السؤال ده كده، علي كوما ذا دور. بص يا شباب، لما تلاقي في كوما بعد الاسم اعتبر هنا اللي انت هتحط امر على طول اكنك مش شايف الاسم ده، فيبقى الاجابه ايه؟ اوبن على طول. تعال نبص بقى على المثال الثاني كده. علي، هل علي ده جه بعده كوما؟ لا يا مستر. فهنا علي بقى يعامل معامله المفرد، فالمفرد من كلمه اوبن هتبقى اوبنز
اضيف لها ايه؟ اضيف لها حرف الاس. ركز في الحته دي مهمه جدا جدا. طب بنفي بايه يا مستر؟ قال لك بنفي بحاجتين، لا اما انفي بدونت تمام وهيجي بعدها الفعل في المصدر، او انفي بي نيفر تمام. في هنا حته مهمه جدا ازاي تحل السؤال اللي يقول لك ايه قاعد كتابه الجمله. يجيب لك مثلا ايه جمله فيها دونت، بيقول لك ايه حط كلمه نيفر مثلا. دونت يا شباب بيساوي نيفر، يعني انت هتعمل ايه؟ هتشيل دونت وتحط مين؟ نيفر تمام. ودونت ونيفر بيجي بعدهم الفعل في المصدر. وفي هنا تركايه حلوه جدا جدا جدا، ايه هي؟ المصدر من ام وي از وي ار وي واز وي وير حاجه اسمها الفيرب تو بي. يبقى اعمل لك بقى في الاختيار ايه بقى؟ دونت از ولا دونت ام ولا دونت بي؟ يبقى الاجابه ايه؟ دونت بي. كده احنا خلصنا الجزء ده. نخش بقى على جزء النصيحه. بستخدم مع النصيحه يا شباب حاجه اسمها شود. وشود بيجي بعدها الفعل في المصدر، ونافي شود شودنت تمام؟ ماشي يا مستر. ازاي اكون سؤال بقى؟ قال لك عشان تكون سؤال بهل هتبدا بشود الاول، وبعد شود الفاعل، وبعد الفعل فين؟ في المصدر. ويا شباب هنا لو لقيت الجمله بادئه بشود فانت تجاوب عليها بحاجتين، يا اما بيس او نو تمام. اما لو حبيت تسال باداه استفهام هتجيب اداه الاستفهام الاول، وبعد كده شود، وبعد شود الفاعل، وبعد الفعل فين؟ في المصدر. والمصدر من does we doing او doing تمام. we did حاجه اسمها الفيرب ايه؟ الفيرب تو دو تمام يا شباب. واحنا كده يكون خلصنا اول درس عندك في المنهج باول قاعده عندك في المنهج. واتمنى تكونوا استفدتم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.